كريم الكراميل الجاهز من دون أي تكتلات. تابعوا معي الفيديو الآخر. أهلا وسهلا فيكم بقناتنا من جديد، ويلا على مقادير الوصفة. طبعا وصفتنا جاهزة وما بدها لا مقادير ولا غيره، بس بحاجة لظرف واحد أو باكيت واحد من كريم الكراميل. هالباكيت موجود فيه 3 من الظرف الموجودة فيه، 3 من كريم الكراميل، وعندنا كمان 3 من الكراميل الموجود بالباكيت. أول شيء راح نحتاجه اللي هو الحليب عندنا هون علشان تطلع معك مزبوطة 100%. ما بتحبي الغلي كثير بتحطي نص لتر من الحليب. تمام، نص لتر من الحليب. أنا هون حطيت فوق النص لتر لأنه بحب تنغلى زيادة، بس إذا بدك إياها تنغلى زيادة بدك تديري بالك وهي على النار، التحريك 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 المستمر علشان ما تكتل معك وتطلع معاكي مزبوطة 100%. تمام، هيك زي ما انتم شايفين ملاحظين، مع التحريك المستمر أول ما يدفى معك الحليب مباشرة بتنزلي عليه ظرف على الحليب مع التحريك المستمر لنتأكد إنه الخليط ذاب معانا 100%. علشان تضمني النتيجة ويطلع معك مزبوط 100%، اتبعي هاي الطريقة. مع العلم بجوز أي حدا يحكي لي يعني كريم الكراميل بدوش أي إشي. طب تعرفوا، أنا أول واحدة فيكم ما كنت أعرف أعمله صراحة، وزودت عليه السكر. ما قرأت التعليمات على الموجودة على الظرف أو على الباكيت، أو ما وثقت فيهم، مش عارف شو قصتي، بس مع ذلك ما زبطها وطلعت يعني مش راح أحكي لكم طعم كيف. المهم، ما بتضيفوا أي شيء من إضافات، لا منكهات ولا أي شيء غير الحليب، ولا بإمكانكم تستبدلوا الحليب حتى. شو بتعملوا؟ بتضلوا بس على الحليب وخليط كريم الكراميل فقط لا غير. كيف تعرفوا إنه الخليط عنا كثافته المطلوبة وصل؟ بنجيب معلقة زي ما أنتم شايفين، علق الخليط على المعلقة، هيك بيكون عنا جاهز لتقديم. بصحون تقديم بنحط الكراميل، والكراميل عنا بيختلف من شخص لآخر حسب ما أنتم بتحبوا حلاوته. إذا حبيتوه زيادة حلو بتزودوا الكراميل، إذا حبيتوه وسط بتحطوا نفس الكمية يلي قدامكم. فبنوزع الخليط بصحن التقديم بهالشكل، وبتحطوا فوقيه خليط كريم الكراميل. بالفيديوهات الجاية إن شاء الله رح نعمل سوا أطيب كريم كراميل منزلي، فتابعوا فيديوهاتنا، ادعموا قناتنا ليوصلكم كل جديد. تمام، هيك هاي الكمية اللي عندي أنا عملتها. بدك يصير معاكي القوام مزبوط، بدك ساعة برات الثلاجة وساعتين جوات الثلاجة علشان يطلع معاكي تمام التمام. حبيت إني أسكب صحن قدامكم علشان تشوفوا سماكته، كثافته وشكله يلي بشهي. طبعا لسه الشكل بشهي والطعم بشهي أكثر. بتمنى منكم إنكم استفدتوا من الفيديو وما طولت عليكم وكنت خفيف الدم عليكم. ادعموا الفيديو زي ما حكيت لكم إذا حبيتوا الفيديو بلايك واشتراك وشير. يعطيكم ألف عافية وألف صحة وهنا على قلوبكم.